السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض طريقة تفريز الفاصوليا الخضراء، وازاي تقعد معانا فترة طويلة من غير ما نطلعها تكون مهرية او تسود. طريقة سهلة جدا ان شاء الله، طريقتنا هتعجبكم. اول حاجة احنا غاسلين الفاصوليا زي ما شايفين كده ومقطعينها، مقطعين يعني الحروف بتاعتها. وبعد كده نفرشها على فوطة زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبها تنشف خالص لحد ما يعني نسيبها لحد ما المية اللي فيها تنشف، ما يكونش فيها اي مية. وبعد كده هنبتدي بقى نقطعها مع بعض. طبعا هتقطعها بالحجم اللي يناسبك او اللي بتفضليه. ممكن تقطعيها كده بميل كده، وممكن تقطعيها على طول تقطيع العادي. طبعا هتقطعيها الحجم اللي بتفضليه او الحجم اللي بيناسبك يعني. ممكن كمان تقطعيها كده على طول على حسب ما انتي بتحبي يعني. وفي طريقة تانية بقى انا بحب يعني بفضلها احسن من السكينة، ان انا اقطعها بالمقص. بصراحة ما بتاخدش معايا وقت، باخد كذا واحدة كده واقوم مقطعاهم مرة واحدة بالمقص. بيبقوا اسهل بتبقى اسهل بكتير واسرع. تمام كده، شايفين كذا واحدة واظبطهم وبعد كده بقطعهم كده على طول. الطريقة دي مش بتاخد وقت خالص. وبعد ما بنقطع الكمية كلها زي ما انتوا شايفين الفاصوليا يعني سبتها على الفوطة ما بقاش فيها مية، اتنشفت كويس من المية يعني، عشان لما نيجي نعملها كده ما يبقاش فيه تبقى مش ماسكة في بعضها. لما تيجي تخرجيها من الفريزر هتلاقيها متفرطة كده، مش ما فيهاش مية كده وملزقة في بعضها. الطريقة دي حلوة قوي على فكرة، انا معتمداها وبخزنها بالطريقة دي على طول وما بتغيرش لون ولا اي حاجة. بعد ما خلصنا الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين كده، قطعناها كلها. هنبتدي بقى نعبيها في اكياس من غير ما نحطها في ميه سخنه ولا نرجع نعمل لها ميه ساقعه ولا اي حاجه. هي الفاصوليا دي الطريقه الصحيحه لتخزينها. بجد هتقعد معاكي السنه كلها، مش هتطلعيها هتلاقيها مهريه ولا هتلاقيها مدعوكه كده في بعضها، ولا هتسود منك. واول ما هتطلعيها هتلاقي وتحطيها في، سواء هتعمليها ني في ني او في صلصه، هتلاقي لونها رجع يعني طبيعي اخضر. بجد الطريقة دي يعني لو جربتوها ان شاء الله هتعجبكم. مثلا جربي في نص كيلو هتلاقيه ان شاء الله هتظبط معاكي، وبعد كده تعتمديها ان شاء الله. بعد كده بقى بعد ما هنحط الكمية اللي هتناسبنا في الكيس، هنفرغ منه الهواء زي ما حضراتكم شايفين كده وهنتنيه. وهنكمل بقى باقي الكمية كلها بنفس الطريقة. هنعبي يعني على قد الطبخة بتاعتنا في اكياس كده، وهنفرغ منها الهواء ونتنيها. وعايزه اقول لكم ان الطريقه دي يعني بتقعد معاكي فتره طويله جدا في التلاجة. بجد هي طريقه مضمونه 100%. يعني لو انتي جربتيها بكذا طرق تانية وجربت الطريقه دي هتعرفي الفرق طبعا. وان شاء الله هعمل لكم فيديو وانا بطبخها، وهتشوفوا كمان ان هي ازاي هتكون كأنها لسه طازه، يعني كأنك لسه جايباها حالا وعاملاها. ان شاء الله قريب استنوا الفيديو ده. زي ما انتوا شايفين كده، ما بتاخدش اي وقت ولا اي غلبة، ويعني بيبقى تخزينها كده خفيف، مش زي اللي هنقعد بقى نسخن لها مية ولا نرجع ننزلها في مية ساقعة. طريقة سهلة جدا وكمان مضمونة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبكم الفيديو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا شير ولايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله.